انا نفسي اساله انت عملت معايا كده ليه؟ انا عمري ما هنسى واحنا بنعدي الطريق انا وهو، راح مأنججني كده والله العظيم، بيقول لي ما تخافش اطمن انا معاك انا مش هسيبك. حصل لي موقف في حياتي، الموقف دوت انا عارف اللي هو ممكن يزعل مني الشخص اللي انا هتكلم عليه دوت. حصل لي موقف في حياتي الدنيا اتكعبلت معايا. حصل لك ازمه يعني؟ حصلت لي ازمه اتكعبلت معايا في الماديات مالية. والفلوس بتاعتي وكل حاجه ومش عارف ايه. تمام. اول واحد جه في بالي واختياري انا في ناس كتير تجاهلوني، محدش واقف معايا. نجوم زمايل، ناس كتير قوي بدون ذكر اسماء، محدش واقف معايا واللي يشوف الرساله بتاعتي وتدي له علامتين زرق ما يردش عليا واللي اكلمه ما كانت ازمه ماليه. ازمه ماليه وانا بس واضح انها كانت كبيره. بالظبط كده، كانت كبيره جدا، وانا الموضوع بالنسبه لي كان صعب يعني، كان صعب لاني خلاص بقى انت عندك اسره، الاحتياجات بتاعتك كلها بتتصرف على الاسره، فالموضوع ما بقاش زي الاول، والحاجات اللي انت شايلها مع الغلو اللي انت بقيت فيه ما بقتش حاجه. خلاص، فيشاء القدر اللي الدنيا تقع معايا. ربنا كرمني الحمد لله، فضل ليك يا رب. اتفاجئ اللي كابتن سيد عبد الحفيظ بيكلمني بيقول لي عفروتو احنا عندنا دوره في الاهلي عايزين نعملها ان شاء الله، انت موجود معانا فيها. انا فرحت اتبسطت، ايه ده كابتن سيد لسه فاكرني، تشارك معاهم لسه الناس فاكراني. حلو قوي. خدت بعض ورحت فين؟ البطوله بتاعت الاهلي ديت اللي بتلعب في رمضان، اللي بتتلعب في رمضان. وانت عندك مشاكل ما قلتلوش سيبني في حالي. لا 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 سيبني في اللي انا فيه. لا انتوا مش عارفين انا عندي ايه. لا 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 لا. ورحت البطوله كانت بتاعت الاستاذ ابراهيم العرجاني وكابتن عصام العرجاني. رحت البطوله لكابتن سيد وقعدت وبتاع، والحمد لله الدنيا كويسه ومفيش اي حاجه والبطوله كويسه وانا مكسر الدنيا وبتاع. وجيت واحنا قاعدين كده فقلت لكابتن سيد انا عندي ظرف يا كابتن وحصل لي 1 2 3 وكده. والله العظيم يا استاذ ايهاب وحياه لا اله الا الله وحياه ولادي، كابتن سيد عبد الحفيظ دفع لي 100,000 جنيه من معاه عشان يخلص لي القصه بتاعتي، لان انا كنت هتحبس يعني حرفيا انا كنت هتحبس. الراجل دوت بقى مش يديك ال 100,000 جنيه، الراجل دوت جه معايا البنك حل لي المشاكل بتاعتي. الراجل دوت والله ما اتكلم معايا، انا عمري ما هنسى واحنا بنعدي الطريق انا وهو، راح مأنججني كده والله العظيم، بيقول لي ما تخافش اطمن انا معاك انا مش هسيبك، ويكلمني الصبح يقول لي استناني في الحته الفلانيه عشان نطلع هنا ونخلص هنا، لحد ما خلص لي كل حاجه. انا مش عارف هو بيعمل. انا نفسي اساله انت عملت معايا كده ليه؟ يعني انا عارف ممكن ما استاهلش اللي انت تعمل معايا كده، بس انت دفعت لي، تستاهل دفعت لي المبلغ ده ليه؟ يعني انا كنت خلاص، ربنا ييسر لك. انا كنت هتحبس خلاص، عندي عليك التزام وخلاص واضحه. الراجل دوت خدني من ايدي والله العظيم ما اتكلم معايا ولا كلمه. انا عشان برضه هو اتربى في الاهلي من وانت صغير، وانت من هو صغير وحاسس بيك، هو مر باللي انت فيه ده. فانا اتفاجئت يعني، انا مش عارف